مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. معلومة في جيبك. يعني ايه معلومة في جيبك؟ انت دلوقتي مثلا في الحياة اليومية اللي احنا بنتعامل فيها، لو انت مثلا في المواصلات او مثلا في سوبر ماركت بتشتري حاجة وحصل معاك اي اجراء، هل الاجراء ده امتى اقول عليه ان هو عادي، وامتى ان انا اقول عليه ان هو لازم اقف ولازم اخد خطوة علشان ما يتكررش تاني مع غيري؟ حكايتنا النهاردة عن شخص حبيبنا راح يشتري زبادي من محل علشان خاطر ياكله لبنته الصغيرة. فبنته الصغيرة وهي بتفتح علبة الزبادي بيشوفوا التاريخ الصلاحية عليها، لقوه منتهي من أسبوعين أو 3 لورا. هل ده غلط مين؟ غلط الشخص اللي اشترى وأخد الحاجة بحسن نية وهو أخدها وماشي ودفع ثمنها وهو ماشي، ولا العيب عند الشخص بتاع المحل، ولا العيب عند مين؟ أنت لو متعرض لحاجة زي كده هتتصرف فيها ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا 4 خطوات. معلومة، أول حاجة بلاش تتصرف بسلبية. انزل اتخانق معايا تحت يبقى أنا كده ضيعت حقي. اول خطوه لازم تحتفظ بالدليل اللي هو ايه؟ الكرتونه فيها الكيو ار اللي بيبقى موجود او الباركود اللي بيبقى موجود عليها. تاني حاجه الفاتوره دي اهم حاجه، ان هي اللي بتثبت ان انت اللي اشتريت المنتج ده، والتاريخ اللي فيها واسم المحل وكل البيانات اللي بتبقى موجوده في الفاتوره. تاني حاجه، انت دلوقتي هتروح تنزل للراجل تشوف مدير المكان ده او الراجل صاحب المكان ده، المنتج اللي انا اخدته من حضرتك ده فيه الصلاحيه بتاعته فيها كذا 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 كذا. لو الراجل ده مرضيش يتعامل معاك، برضو ما تزعقش، برضو ما تعملش اي حاجه، اسحب نفسك وارجع تاني بيتك معزز مكرم، بدل ما انت تتخانق معاه طب ازاي، طب انت بتضحك عليا، وبلاش ناخد الموضوع على كرامتنا، انت كده هتضيع كل حاجه. في حالة بقى ان هو رفض، يبقى هنرجع بيتنا زي ما احنا قلنا، ولازم نصعد الموضوع وندخل للمرحلة الثالثة. اللي هي ايه المرحلة الثالثة؟ انت دلوقتي هتبدأ تشوف الموضوع بشكله القانوني المحترم دون اي خناقات او اي حاجة. هتكلم جهاز حماية المستهلك، هو رقمهم 19 588. ده اول ما بتكلمهم بتقول لهم على كل البيانات الموجودة اللي معاك، اللي هي زي الريسيت، العلبة نفسها انت ما رميتهاش، ما ترميش العلبة في الزبالة. وبعدين بتقدم بلاغ لحماية المستهلك، وهم بيقوموا باللازم. بيجي لك حد يعمل محضر عشان يثبت حالة في المحل نفسه ان هو باع فعلا المنتج ده. والخطوة الرابعة والأخيرة ان هو بيعوضك عن ثمن المنتج اللي صلاحيته منتهية. وتاني حاجة في تعويض تاني بيبقى موجود بسبب ان هو باع حاجة ليك ممكن كان تضرك. بس هي الموضوع كله مش فكرة فلوس، فكرة ان انت بتخلي الشخص اللي قدامك يحافظ على شغله زي ما انت بتحافظ على صحتك. يعني احنا لو ما عملناش كده وكله ماشي بسلبية، يبقى دلوقتي مين بيجي يدور على حقه؟ يعني تدور على حقك ليه؟ ما بقى حق مكتسب للناس اللي حواليك، ان هو عمل غلط ده عادي وانت بتكسب، انا من حقي اخد الحاجة طازة. بس ويا رب نكون ما طولناش عليكم ويكون المعلومة افادتكم. لو عجبك الفيديو او عايزنا نستمر، ما تنساش لايك وسبسكرايب وتنشره اساس المعلومة توصل لكل اهلنا